حكاية تصميم، وأول تصميم هنستعرضه في السلسلة تصميم في الدقهلية تحديدا بالقاس. العميل تبع المشروع ده هو اللي هينفذ بنفسه كل حاجة، مش هيستعين بمهندس تنفيذ. فبالتالي كل الداتا اللي استخدمتها في المشروع وطريقة التنفيذ محتاج ان هو يكون على دراية بيها، وان انا اوصلها له صح بحيث ان هو ينفذها صح. حتى الفرش هيستعين بحد يعمله له عمولة، ولأنه مشغول فبالتالي عايز الأبعاد دغري تروح للنجار. الفكرة بقى ان المعاينة هتكون اونلاين. فأسلم حاجة قلتها له ان هو لا يخلي حد يقف يصوره وهو يقيس مع حد تاني ويقوله البعد دي كام، يمشي من اول الشقة كده على طول ويقولي، او ان هو زي ما هو عمل كان كاتب على الحيطة اصلا، يعني من غير ما اقوله. كان لا اما بيقولي البعد ده كذا بيقيس قبلها ويقولي، لا اما بيجي كان دخل الشقة قبل كده ومع حد وكتب على الحيطة، يعني مثلا كاتب ده بعد قد كذا، مثلا 3 متر من هنا لهنا، 3 متر. انا بقى وظيفتي ان انا اقوم واخدة منه الفيديوهات واعمل سكتش للمكان من خلال الفيديو. ده البلان اللي عملته على الاوتوكاد بعد ما عملت سكتش. الشقة عبارة عن جزء هنا هيبقى للضيوف، فهو مكان صغير، فبالتالي عايزين أكبر استغلال للمساحة كجلسات، وفي نفس الوقت ما يضيقليش المكان. والمنطقة دي سفرة ومحتاجين نشوي بوفيه، وكان ده المطبخ، وهنا الحمام، ودي غرف النوم. من ضمن التحديات الكبرى هو الغاز فوق الباب. بس هو الحلو بقى شوية ان هو ناحية منطقة المعيشة بتاعة البيت، وكحس انا كمهندسة وحاسة ان هما هيجوا يعملوا ان هو ستارة في الاخر وهيقفل عليها. بس هو كان طلبوا ان احنا نحاول نعمل فكرة ديكورية نغطي بيها الغاز ومواسير الغاز. فأول تعديلات هنعملها في الشقة بحيث ان احنا ما نفخمش التكلفة. انا سألته هل ديت جبس ولا عبارة عن ايه، كاميرا، هل هي كاميرا او جبس؟ قال مش عارفة، كان لسه شاري الشقة. قلت له خلاص انا هعتبرها جبس لحد ما نشوف. وعملت التصميم على اساس ان احنا هنشتغل الديكور الجبس ده، وهسيب الجبس بتاع المنطقة دي زي ما هو، مش هعدل في حاجة، بس هفتح اماكن الكهرباء بس. هنا ده كله هشيله لان عشان اعرف اوزع الاضاءة صح، وكمان لان هعمل تجليدة اخبي بها الغاز، فمحتاجة اعمل الحتة دي جبسون بورد مش جبس. فده اول خيارات قررت ان انا هعملها من ناحية الوضع القائم. وطبعا الكهرباء زي ما هي وكل حاجة، واخدت اماكنها عشان اظبطها. في عندي لوحة كهرباء، أنا مش عارفة اوضحها هنا، بس في لوحة كهرباء في المنطقة دي كده هندريها برضو. اخدت من العميلة ذوقها وايه احتياجها، وبصراحة ما كانش لاقي احتياجات ولا تعبتني في اي حاجة. قالت لي اعملي انت اللي على ذوقك، بس انا عايزة نشوف فيه. فقلت لها تمام. اعتمدت انا الموضوع وحاولت ان التصميم يكون هادي وما فيش فيه تفاصيل كتيرة، وفي نفس الوقت غطت لهم الغاز. حبوا يعملوا ستارة تمام، ما حبوش تمام. فانا عملت اول حاجة التصميم على اساس ان ده كان جبس، وخليت جبسون بورد فلات، وعملت الجزء اللي دارت بيه الغاز ده. هقول تفاصيل وتفاصيل تنفيذ دلوقتي. بس لما هو جم يكسروا اكتشفوا ان هنا كاميرا، فعدلتها لهم وعدلتها في الشوب دروينج برضو الابعاد والدنيا. ده شكل الفرش من فوق. طبعا ده باب للضيوف. مسارات الحركة عندي متظبطة يعني كويسة جدا. عملت ركنة وعملت هنا باف وجلوس بحيث ان هو برضو ما يعكش منطقة التلفزيون والرؤية. ولو جه عندي ضيوف زحمة وكده فيقعدوا كده كده، لما وقت التجمعات او كده محدش بيفوق ان هو يتفرج على التلفزيون، ما بيصدقوا يقعدوا مع بعض. وعملت 2 باف برضو بحيث ان هما يخدموا معايا هنا وككونسول مثلا.
وبرضو لو الضيوف كتيرة يتسحب ويتقعد عليهم. وهنا عملت 6 كراسي بالمستريح للسفرة، وفي مسافة حلوة برضو ان هما يعدوا للنيش والبوفيه، والمسافات حلوة جدا. وطبعا حددت كل فراغ بالسجادة بتاعته. وكده فل متعشر بالنسبة لنا كده ايه مسارات الحركة والوظيفة اتحققت زي ما العميل عايز. بس ان انا اكتبه بريزنتيشن بحيث ايه انه تقرأه افضل من ما اقعد اتكلم واطول الفيديو. فاتكلمت عن تحديات المشروع، ان عندي مساحة صغيرة وازاي عالجت ده، وان عداد الغاز والمواسير ازاي اتعاملت معاها. ده هتكلم عنه في التنفيذ دلوقتي. ولوحة الكهرباء وازاي اتعاملت معاها وخبيتها. طبعا بقى اسيب كنتوا تقرأوا الموضوع ده، وقفوا الفيديو واقرأوا. ونفس القصة برضو الفرش والألوان اتكلمت عنها وعملت فيها ايه. اتكلمت عن تجريدة التلفزيون، طبعا كل ده عاملاه الأبعاد كلها معمولة اوتوكاد، والتفاصيل بتاعة الديكور. بالنسبة لي الديكور كنت سايباله اوبشن مفتوح، اللي سعره مناسب بالنسبة له يعمله. اديته كذا اوبشن لكل تجريدة وينفعوا كلهم. بس الفكرة بقى ايه في المتانة، ايه الجودة، جودة الفينش والإفكت بتاعه، لكن هيدوا نفس الشكل. التنفيذ تجليد التلفزيون. جبتله سكتش، عملت صور سكرين كده من حد بينفذها بحيث ان الدنيا تكون واضحة اكتر مع الكلام. فاتعمل علافات وكتبت توصيف العلافات واللوح الكونتر وتقريبا غطيت الموضوع، وكان مع شريحة استخدمتها. وطبعا بديل الخشب متاح في كل مكان. فأسيبكم انتوا تقرأوا التفاصيل اللي انا كتبتها علشان ما اطولش في القراءة او في التفاصيل. بالنسبة لبيت الستارة اللي انا عملته، ما كانش طبعا في بيت ستارة، ففي اوبشن عندي خشب، وفي اوبشن ده حلو بالنسبة لي قرار حلو قوي ان هو يتعمل عن الخشب فيوتك. الكورنيشة دي بقت موجودة، بتتركب بمادة لزق وخلصنا على كده. لو عايز يعملها خشب يعملها مفيش مشكلة وتدهن. ففي الاوبشنين. هنا الجزء بتاع السفرة وتفاصيل الفرش والكلام ده. الغاز ازاي اتعاملت مع الغاز، وايه فكرة الغاز، وازاي ده هيتنفس، وازاي رعاية شركة الغاز. بصوا هي المنطقة، هي الفكرة عاملة زي عارفين وحدات المطبخ لما بنغطي مواسير الغاز فيها وعداد الغاز نفسه. فانا الوحدة بتاعت العداد نفسه سبت مسافة تهوية، وحتى من تحت ما قفلتهاش. التثبيت هيكون بكنات سريعة كده، بكنات حديد، والجزء ده متثبت في الجزء اللي انا عاملاه بارتيشن فاصل. والفاصل نفسه هيتثبت بايه، بعلافات خشب بتتثبت بشكل طولي اللي هي بتبقى زي ديت. وكتبت التوصيف بتاع كل حاجة، وهتدهن ايه وتتعمل ايه. وجزء اللي غطيت بيه الكورنيشة اللي غطيت بها الغاز هقول لكم توصيفها. بس كبرت لكم الكتابة شوية اهيت، فتقدروا تقرأوا التفاصيل. بس هو سريعا انا قلت لكم هتتنفذ ازاي. بالنسبة للبوكس زي فكرة المطابخ عادي جدا. بس الفكرة ان انا مش هعرف اثبت في السقف عشان هيبقى عندي جبسون بورد. قررت ان تتعمل بكنات على الحيطة ومادة لزق برضو. البارتيشن ده مش حابة ان انا اثبت في الكاميرا، فنعمل من فوق مادة لزق، وزي ما قلت هنثبت بالعلافات الخشب على الحيطة.
ثبت بالعلافات الخشب على الحيطة. وبالنسبة للجزء اللي هو الكونسول ده او الدرج الطاير، فانا عملت جزء من هنا من ناحية الدايننج، مش عارفة باينة اهو، من ناحية الدايننج ده درج يتفتح من الناحية ديت، وممكن يتفتح من الناحية التانية برضو، حرف ال كده. وفي ناس كتير بتختلف في طريقة التنفيذ، في ناس بتعملها بكنات، وفي ناس بتعمل قطعة خشب هنا كده وتروح معشقاها على قطعة تانية محطوطة على الحيطة، فكل نجار وليه طريقته. وده برضو المادة اللزقة تتحط على الحيطة هنا وتتلزق، اللي هو الجزء ده. هنا الكورنيشة اللي احنا عاملينها عشان نغطي بيها الغاز ده تتعامل ازاي. فكان القرار زي ما قلت، كان فيه هنا جبس اشتلناه وحطينا جبسون بورد. الجبسون بورد طبعا بيتثبت بشاسيه كده، عبارة عن شاسيه ألمونيوم ومتثبت في السقف. فأنا هيبقى عندي جزء متثبت في السقف كده، وجزء اللي هيبقى طاير، اللي هو الجزء ده اللي نازل بيغطي الغاز. فهعمل التفاصيل بتاعته. وطبعا عندي لد هنا ولد جوه، بنفرز له ونحط فيه لد علشان اتفادى ان الليد ما يسخنش ناحية الغاز. فرفعته فوق، مش هنقدر نعمله بتنور لان انا عايزة هثبت الاول طبعا عشان الفينش يكون صح، وده كاتباه برضو ان هفنش الجزء بتاع السقف هنا الاول والحيطة كتأسيس دهانات، لان هيبقى صعب على الراجل وهو بيشتغل. التثبيت بتاع الجزء بتاع الكورنيشة هيتثبت الاول علشان هثبته من هنا كده، وبعدين هقفل بألواح الجبس بتاعتي. وده توصيف الحوار كله عشان ما اطولش عليكم، حاسه الفيديو ممكن يطول مني. فده التوصيف بكل تفاصيله، تقدروا توقفوا تقرأوه. هنا الفايل بتاع تسليم الشوب دروينج، طبعا انا بعمل له فيديو اشرح له ده ايه وعبارة عن ايه وهيتم ازاي، لان هو اللي هينفذ. طبعا ده كله مش بيتعمل في كل مشروع، بس للعميل اللي بيقول انا هنفذ يا باشمهندس. طبعا الارضيات دي الارضيه الحقيقيه بتاعت العميل، مش انا، مش من اختياري خالص. فحاولت ان انا يكون موديل الوان ماشي مع موديل ارضي. طبعا ما كلمتش عن دي الجزء بتاع عندي وحده لوحه الكهرباء، فاستخدمتها كديكور. بتفتح عادي كده سلايد، والجزء اللي تحت ده ثابت يداري على الكهرباء، وفي نفس الوقت شكله ديكوري حلو. واللوحة دي عادي بتتعمل خشب عشوائي كده عند اي نجار، يعني بتدهن. هنا عندي تفاصيل الشوب دروينج بتاعت اللوحة وبتاعت العداد. وهنا التي في والابعاد بتاعته، والجزء ده برضه ابعاد الفرش، حطيت له ابعاد الفرش الواحده. هنا اول ما خلصت السكتش اساسا عملت الابعاد وبعتها له، قلت له لو حابب تتاكد من الابعاد معايا تاني، بس قال انا مشغول. فالمهم ان انا ابرد ذمتي يعني. ودي ابعاد الفرش، عملت له ابعادها لان لما قلت لها انتي عايزاني اكتب لك الابعاد على الفرش نفسه، قالت لي لا، ابعتي لي الصور بتاعه الفرش والابعاد على الاوتوكاد واحنا هنظبط الدنيا. فطبعا ابعاد الكنبه كتبتها، ابعاد الوحدات وابعاد كل حاجه. هنا عملت لكل يونت للفرش صورة من كذا اتجاه، بحيث ان هو النجار يكون عنده تصور كافي للوحدة بتاعة الفرش. وبعتهم له.
وصراحة وفروا عليا ان انا اقعد اكتب عملتها في مشروع قبل كده برضه هعرضهولكوا، ان كل بعد اقوم كاتباه هنا وكاتباه هنا وبرضه كاتباته دي. طبعا تاريخ المشروع، العميلة بصراحة كانت ذوق جدا، وكانت احلى عميلة اتعاملت معاها من الناحية المالية. بصراحة حاولت لي مش ديبوزيت، حاولت لي فلوس كاملة من غير ما اعرفها، لا هي صديقتي ولا قريبتي ولا اي حاجة، وكانت كل حاجة ايزي بالنسبة لها. جميل اوي يا باشمهندس. يعني اكتر العملاء لما بستلم المشروع يقول تمام، شوف اللي بعده يا باشمهندس قشطة، لا حتى مش بيقول قشطة، بيقول تمام او يعمل لي لايك بس. لكن العميلة لما تكون بنت بتفرق، وخصوصا لما تكون بنت وكده كمان. فبصراحة اتشرفت بالشغل معاها اوي.